وإزاي تقدر تحافظ على صحتك الجنسية لغاية آخر يوم في عمرك. أهلا بيكم في حلقة جديدة بعنوان عادات بنعملها كل يوم بتؤدي إلى تدمير الصحة الجنسية، وإزاي تقدر تحافظ على صحتك الجنسية لغاية آخر يوم في عمرك. أول حاجة بتضر قدرة الراجل الجنسية بتبدأ من الملابس اللي هو متعود يلبسها. يعني ربنا خلق الخصية في درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم. لما حضرتك نلاقي شباب لابس بنطلونات على الموضة ملهاش حجر والبنطلون ساقط وما فيش مكان فيه للخصية أصلا، أنا مش عارف هما بيلبسوه إزاي بجد. يعني إحنا متعودين على البنطلون الكلاسيك اللي حجره واسع في مكان لأن يبقى في حاجة اسمها خصية. طيب انت ازاي بتلبس البنطلون اللي هو ما فيهوش مكان للخصيه ده؟ الخصيه دي موجوده فين؟ انت حاططها في درجه حراره صعبه جدا وبتشتغل انت، سواء بقى كنت اوبر، سواء كنت رياضي، سواء كنت قاعد على مكتب، سواء كنت محاسب محامي، قاعد باللبس ده 8 ساعات. انت متخيل انت بتعمل ايه في الخصيه؟ طيب انت عارف حضرتك اهميه الخصيه ايه اصلا؟ الخصية هي مصنع التستوستيرون أو هرمون الذكورة، فحضرتك أنت بتدمر هرمون الذكورة. لو حضرتك دمرت هرمون الذكورة هتصاب حتما بالضعف الجنسي. نيجي بقى للبس النوم. الناس اللي بتنام بسليبات مش قطن وسليبات ضيقة وبيجامات محزقة، طب ما هو نفس القصة. لا، في الحر الخصية معرضة لضغوط. تاني حاجة ربنا خلق تمارين طبيعية لأن العضو الذكري سواء حضرتك متزوج أو مش متزوج بتمرن الأوعية الدموية بتاعة العضو اللي هو ما يسمى بالانتصاب الصباحي. لما حضرتك مش مدي مساحة للانتصاب الصباحي إنه يحصل يبقى أنت بتخلي العضو ينكمش. يعني حضرتك انت لابس لبس وانت نايم دمر صحتك الجنسيه، قلل افراز التستوستيرون وعمل انكماش وضيع الانتصاب الصباحي. يعني حضرتك ان شاء الله رايح في داهيه رايح في داهيه. طيب نيجي بعد كده الحياه اللي هي فيها مواعيد النوم مقلوبه، اللي هي بتنام بعد الفجر او قرب الفجر وبتصحى متاخر. انت هنا بتحرم جسمك من الميلاتونين الطبيعي، من هرمون النمو، من الهرمونات المفيدة اللي بتؤدي إلى إفراز هرمونات الذكورة، وقلبت الساعة البيولوجية بتاعتك وبالتالي لخبطت كل الهرمونات. يعني العادة الخاطئة اللي بعد كده إن حضرتك راضي بحياتك الكسلانة، ده اللفظ المهذب، يعني اللي هو حضرتك أنا آسف مفخم، يعني لا بتتحرك ولا بتلعب رياضة ولا بتقوم من السرير، يعني من السرير للأسانسير للعربية للمكتب المكيف للعربية للأسانسير للسرير. تمام؟ حضرتك هنا الأوعية الدموية بتاعتك بتدمرها وبالتالي هيحصل لك إن شاء الله انكماش في العضو نتيجة تصلب الشرايين اللي هيجيلك. طبعا أنا مش عايز أقول إن في ناس مع كل ده بتاكل أكل ديليفري ما فيهوش تغذية، بتشرب سجاير بشراهة، والموضة الجديدة اللي طالعة إن الشاب ماسك 3 موبايلات وعلبتين سجاير. الحقيقة أنا يعني مش عارف ليه علبتين سجاير. هل يعني انت لما هتخلص علبه السجاير هيجي لك نوبه صرع لغايه ما تشتري العلبه اللي بعدها؟ ولا ده تفاخر بالاموال؟ ولا ده نتيجه الشراهه؟ فممكن لو العلبه خلصت على ما تجيب علبه تانية هتكون بوظت شغل كتير، فبالتالي انت بتحمي اعمالك. هو انت اكيد بتدمر نفسك. طبعا النيكوتين والاطران اللي بيترسب في الرئه
بيقلل من الاكسجين اللي داخل لجميع الاوعيه الدمويه، وده بيبقى سبب ضعف الجنس. طيب العاده اللي بعد كده النمط الغذائي الغلط، اللي هو ان حضرتك بتاكل مره واحده او بتاكل وجبه تقيله وبتنام، فبتقلل من بتزود مقاومه الانسولين وبتزود فرص اصابتك بالسكر، وبالتالي بتؤدي الى ضعف جنسي. الخطوه اللي بعد كده ادمان المكيفات ايا كان نوع المكيفات دي، يبقى دي كمان بتؤدي الى الضعف الجنسي. اخطر حاجه بقى واللي احنا بنشوفها وبقت ترند داخله الليفل الوحش، ممارسه العاده السريه ومشاهده الافلام الاباحيه. وللاسف مع ان كل واحد دلوقتي بقى معاه نت وموبايل، ففي ناس بيجي لها ادمان للافلام الاباحيه والعاده السريه، يعني لدرجه ان واحد بيجي مركز صحه الرجال يقول انا بعمل العاده السريه مثلا كذا مره في اليوم. طب يا عم انت اصلا بتجيب الوقت منين؟ يعني انت يعني بين العاده السريه والعاده السريه مثلا بتعملها في قد ايه؟ يعني هل انت قاعد في البيت ما بتشتغلش؟ طب هل انت قاعد في الحمام على طول؟ يعني انت ما فيش حاجه في حياتك غير العاده السريه؟ انت كده وصلت لمرحله اللي هو الوسواس القهري، انك بقيت مقهور قدام رغباتك. انت دي مش عاده، دي خرجنا بره العاده. خلي بالكم العاده السريه دي مراحل. الاول اللي بيعملها مره واحده لانه يتخلص من ضغط معين كبت جنسي. الليفل اللي بعد كده انه بيعملها علشان يبقى فيه متعه. بعد كده بنخش في مرحله الادمان، ودي اخطر انواع الادمان. ادمان ايه بقى؟ ادمان مجموعتين من الهرمونات، هرمونات الاثاره والتوتر زي النور ابنفرين والنور ادرينالين والادرينالين والاكسيتوسين والكورتيزول. ودول هرمونات المفروض بيتفرزوا في مرحله التوتر، داخل على امتحان، داخل على لجنه، داخل على خناقه، داخل على لا قدر الله مصيبه. طيب النوع الثاني هرمونات السعاده، الدوبامين والسيروتونين والاكسيتوسين. فبالتالي انت في الافلام الاباحيه بتدمن مجموعتين من الهرمونات. المجموعتين دول مجموعتين عكس بعض. زي انت بتشجع فريقين في نفس اللحظه، مثلا انجلترا والارجنتين او فرنسا واسبانيا، فانت جسمك مش عارف يزعل امتى ويفرح امتى، نتيجه ان انت دخلته في مرحله بيضطر يحمي نفسه ويعمل شت داون كامل، وده بيؤدي الى ضعف جنسي كامل. المصيبه ان في ناس بيبقى معاه ست في البيت وبيسيبها ويروح يمارس العاده السريه لانه مش سعيد معاها، نتيجه ان ادمانه العاده السريه خلى عنده ضعف جنسي مع الست. فرجاء خاص نبتعد عن كل المؤثرات دي ونلعب رياضه، نتغذى غذاء صحي، نتاكد ان احنا بناخد الوجبات السليمه في مواعيدها، بننام في مواعيد معينه. وعمر ما حد بيموت من الجوع، لكن الواحد ممكن يموت من الشبع وبالشفاء.